ونبه إخواني اللي معتادين على صيام الأيام البيض، ما يصومون يوم 13، يتنبهون لذلك. بارك الله فيكم. ما تصومون يوم 13، صوموا 14 و15 و16 يجوز. أما صوم 13 هذا من أيام التشريق، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام أيام التشريق. لذلك أيام التشريق تبدأ من بعد يوم العيد. يوم العيد هو يوم العاشر، 11 والثاني عشر والثالث عشر، هذه أيام التشريق. سميت أيام التشريق لأن الناس قديما يشرقون اللحم، يقددونه ويملحونه، يعرضون للشمس حتى ما تصيبه العفونة وما يتلف. الآن الحمد لله وجود الثلاجات، ولذلك قيل سميت بهذه الأيام، هذه الأيام سميت بهذا الاسم لهذا السبب. هذا ما يجوز صومها، كيف يصومها الإنسان؟ ولذلك من المهم جدا على المسلم الذي يحرص على معرفة الأيام المسنون صومها أن يعرف الأيام التي نهي عن صومها. للأسف مفاجآت تأتينا أحيانا نستغرب، الجهل عند كثير من الناس. يوم عيد الفطر حرام صومه يوم واحد، عيد الأضحى وثلاث أيام بعده هذا حرام صومها، عيد الأضحى وثلاث أيام 4 أيام هذه ما يصوم الإنسان، لا نفلا ولا سنة، وعفوا لا نفلا ولا فرضا ولا نذرا ولا قضاء، ما يصمنا إلا للحاج المتمتع والقارن اللي ما وجد قيمة الهدي، ما عنده قيمة الهدي، فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج هي الأيام التشريق إذا أحب، أو يقدمها مثلا قبل يوم عرفة وما قبله، و7 إذا رجع إلى أهله، تلك 10 كاملة. هذا للحاج الذي ما يجد الهدي. أما الحاج وغير الحاج أن يصوم هكذا، هذا لا يجوز ومحرم، ولا يجوز قضاءها في مثل هذا اليوم. عموما بالنسبة لمن صام هذه الأيام وعرف الحكم الآن، لو في شخص الآن يشاهدني وصائم هذا اليوم، يجب عليه أن يفطر الآن، يجب عليه وجوبا أن يفطر الآن. لماذا؟ استجابة لله واستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز له أن يكمل صيام هذا اليوم لأنه لا يؤجر على ذلك، لا يؤجر على ذلك. المسألة الثانية بالنسبة لمن قضى في هذه الأيام وهو جاهل، وأغلب الذين يتصلون بنا ما يدرون، يحسبون ويظنون بأن يوم عيد الفطر عيد الأضحى عيد فقط هو الذي يحرم صومه مثل عيد الفطر، ويعتقدون بأن أيضا الأضحى يوم واحد فقط. ولذلك المسألة هذه فيها خلاف، لأن من أهل العلم من ذهب إلى أن يجوز صوم المتمتع والقارن هذه الأيام الثلاثة بسبب الدم الواجب الذي عليه. قالوا لو قضى فإن لا نستطيع أن نبطل صومه، للمسألة خلافية. من أهل العلم من قالوا يبطل صومه ويقضي، لكن عندنا قاعدة أن الحكم يتبع العلم، وأغلب الناس اللي يصومون جهال. فالمرأة اللي قضت أيام من رمضان في أيام التشريق لا نستطيع أن نبطل صومها، صومها إن شاء الله مقبول، لكن تنتبه وتحذر ولا تفعل هذا مستقبلا. ولو صامت في السنة القادمة بعدما علمت الآن لا يحق لها ولا يصح منها، لأن الحكم يتبع العلم. ولذلك أخوي أبو إبراهيم الله يرضى عليك ويبارك فيك ينبه هؤلاء النساء والرجال إلى أنه لا يجوز صوم أيام التشريق، وأن من كان صائما يجب عليه أن يفطر الآن سواء كان صائما القضاء أو النفل. وأيضا أن من حصل وقضى وما علم إن شاء الله صوم مقبول ولا للخلاف، ولكن مستقبلا لو علم نقول له لا ما يصلح منك، لأنك الآن عرفت الحكم الشرعي.